السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعود حميد إن شاء الله. يقول الأستاذ محمود شاكر: فرغت وأسأل الله المغفرة من هذا الكلام البغيض إلي، متحدثا عن أعمالي، والذي هو شيء أوجبته الصورة، كما يقول المتنبي فيما يروى عنه حين سئل عن خبر نبوته. والآن: كان منهجي كما نشأ واستتب في نفسي، كان منهجا يحمل طبيعة نشأته، رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج لأكثر المناهج الأدبية التي كانت فاشية وغالبة، وصار لها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إلى يومنا هذا، كما حدثتك آنفا لكي تكون على بينة مرة أخرى. فاعلم قبل كل شيء أن تسميتها مناهج تجاوز شديد البعد عن الحقيقة وفساد غليظ وخلط. إذا كنت تريد أن تكون على ثقة من معنى هذه الألفاظ التي تجري الآن بيننا، ولكن قد كان ما كان، فهكذا اصطلحوا على تسميتها. وقديما تناولت لفظ المنهج وحاولت البيان عنه، فقلت ذلك في كتابي أباطيل وأسمار، ليس في كلمتين من فصل، بل الفصل كله، بل الكتاب كله مشتمل على بيان ما يسمى منهجا، ومتصل بما أقوله هنا اتصالا لا انفكاك له. فإن كنت جادا في طلب المعرفة فاقرأه، لأني هنا موجز أشد الإيجاز. ولفظ المنهج يحتاج مني هنا إلى بعض الإبانة، وإن كنت لا أريد به الآن ما اصطلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشأن، بل أريد به ما قبل المنهج، أي الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه. فهذا الذي يسمى منهجا ينقسم إلى شطرين: شطر في تناول المادة، وشطر في معالجة التطبيق. فشطر المادة يتطلب قبل كل شيء جمعها من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر، ثم تصنيف هذا المجموع، ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا، وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية ومهارة وحذق وحذر، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف جليا واضحا، وما هو صحيح مستبينا ظاهرا، بلا غفلة وبلا هوى وبلا تسرع. أما شطر التطبيق فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها، باستيعاب أيضا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع. ثم على الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من الحقائق موضعها، هو حق موضعها، لأن أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق أن يشوه عمود الصورة تشويها بالغ القبح والشناعة. وأزيدك الآن أن شطر التطبيق هو الميدان الفسيح الذي تصطرع فيه العقول وتتناصى الحجج، أي تأخذ الحجة بناصية الحجة كفعل المتصارعين، والذي تسمع فيه صليل الألسنة جهيرة أو خفية، وفي حومته تتصادم الأفكار بالرفق مرة أخرى وبالعنف أخرى، وتختلف فيه الأنظار اختلافا ساطعا تارة وخابيا تارة أخرى، وتفترق فيه الدروب والطرق أو تتشابك أو تلتقي. هذه طبيعة هذا الميدان وطبيعة النازلية من العلماء والأدباء والمفكرين، وعندئذ يمكن أن ينشأ ما يسمى المنهج والمذاهب، لكي لا تقع في الوهم والضلال، ولكي لا يغرر بك أحد من المتشدقين من أهل زمننا هذا بالثرثرة. فاعلم أن حديثي هنا عن الذي يسمى المنهج الأدبي على وجه التحديد، أي عن المنهج الذي يتناول الشعر والأدب بجميع أنواعه، والتاريخ وعلم الدين بفروعه،
المختلفة والفلسفة بمذاهبها المتضاربة، كل ما هو صادر عن الإنسان إبانة عن نفسه وعن جماعته، أي يتناول ثقافته المتكاملة المتحدرة إليه في تيار القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة. ووعاء ذلك كله ومستقر هو اللغة واللسان لا غير. فإياك أن تنسى ذلك، واجعله منك على ذكر أبدا. واذكر أيضا أن هذا الذي أقوله لك ها هنا عن المنهج إنما هو أصيل في كل أمة وفي كل لسان وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومللهم ومواطنهم. وهنا نقف ونذكركم أننا قدمنا لهذا الكلام في مقدمة حلقاتنا، وهذا هو الهدف من كل هذا الجهد، وهو أن نحق الحق ونبطل الباطل بطريقة يستطيعها البشر ويصل إليها الدارس ثم يصل بها. ونعود لكلام الأستاذ، يقول الأستاذ محمود شاكر: وإذا فكيف نشأ الخلاف؟ ولما نشأ الخلاف بيني وبين هذه المناهج الأدبية السائدة؟ كانت ولا تزال في حياتنا الأدبية، حتى رفضتها رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج منذ بدأت قديما أحس إحساسا مبهما أن حياتنا الأدبية حياة فاسدة من كل وجه كما حدثتك آنفا. فأنا الآن أجيبك على هذا السؤال بإيجاز جامع على طوله، فإن هذا الإحساس القديم المبهم المتصاعد بفساد الحياة الأدبية قد أفضى بي كما حدثتك إلى إعادة قراءة الشعر العربي كله أولا، ثم قرأت ما يقع تحت يدي من هذا الإرث العظيم الضخم المتنوع من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وأصول دين، وهو علم الكلام وملل ونحل، إلى بحر زاخر من الأدب والنقد والبلاغة والنحو واللغة، حتى تراث الفلسفة القديمة والحساب القديم والجغرافيا القديمة، كتب النجوم وصور الكواكب والطب القديم ومفردات الأدوية، حتى قرأت البيزرة والبيطرة والفراسة، بل كل ما استطعت أن أقف عليه بحمد الله سبحانه. قرأت ما تيسر لي منه، لا للتمكن من هذه العلوم المختلفة بل لكي ألاحظ وأتبين وأزيح الثرى عن الخبيء والمدفون. تبين لي يومئذ تبينا واضحا أن شطري المنهج المادة والتطبيق كما وصفتهما لك في أول هذه الفقرة مكتملان اكتمالا مذهلا يحير العقل منذ أولية هذه الأمة العربية المسلمة صاحبة اللسان العربي، ثم يزدادان اتساعا واكتمالا وتنوعا على مر السنين وتعاقب العلماء والكتاب في كل علم وفهم. وأقول لك غير متردد أن الذي كان عندهم من ذلك لم يكن قط عند أمة سابقة من الأمم حتى اليونان. وأكاد أقول لك غير متردد أيضا أنهم بلغوا في ذلك مبلغا لم تدرك ذروته الثقافة الأوروبية الحاضرة اليوم، وهي في قمة مجدها وازدهارها وسطوتها على العلم والمعرفة. كنت أستشف شطري المنهج كما وصفتهما تلوح بوادره الأولى منذ عهد علماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظت عنهم الفتوى منهم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، كانت كاللمحة الخاطفة والإشارة الدالة، ثم زادت وضوحا عند علماء التابعين كالحسن البصري وسعيد ابن المسيب وابن شهاب الزهري والشعبي وقتادة السدوسي وإبراهيم النخعي. ثم اتسع الأمر واستعلن عند جملة الفقهاء والمحدثين من بعدهم كمالك ابن أنس وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى ابن معين والبخاري ومسلم وأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر
الطحاوي، ثم استقر تدوين الكتب فصار منهجا مستقيما وكالشمس المشرقة نورا مستفيضا عند الكاتبين جميعا، منذ السيبوي والفراء وابن السلام الجمحي والجاحظ وأبي العباس المبرد وابن قتيبة وأبي الحسن الأشعري والقاضي عبد الجبار المعتزلي والآمدي وعبد القاهر الجرجاني وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد الفقيه وحفيده ابن رشد الفقيه الفيلسوف وابن سينا والبيروني وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وآلاف مؤلفة لا تحصى حتى تنتهي إلى السيوطي والشوكاني والزبيدي وعبد القادر البغدادي في القرن الحادي عشر الهجري، سنة متبعة وضرب مطروق في ثقافة متكاملة متماسكة راسخة الجذور، ظلت تنمو وتتسع وتستولي على كل معرفة متاحة أو مستخرجة بسلطان لسانها العربي، لم تفقد قط سيطرتها على المنهج المستبين مع اختلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب، حتى اكتملت اكتمالا مذهلا في كل علم وفن، وكان المرجو والمعقول أن يستمر نموها واكتمالها وازدهارها في حياتنا الأدبية العربية الحديثة راهنا أي ثابتا إلى هذا اليوم، لولا ولكن صرنا وحسرتاه إلى أن نقول مع العرجي الشاعر: كان شيئا كان ثم انقضى، من بيتين ترقرق فيهما عبرات الأسى كله وحسرات العمر كله، يقول: يا ليت شعري هل يعودن لي ذا الود من ليلى كما قد مضى، إذ قلبها لي فارغ كله، أم كان شيئا كان ثم انقضى. انتهى وقت الحلقة، وفي القلب لوعة وفي القلب لوعة وأسى، وعلى أي حال نعود ونكرر ونعود ونقرر أن الطريق إلى ثقافتنا ليس قراءة في كتاب وليس اقتباسا من كتاب، بل هو ملحمة فكرية وصراع أبدي. وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.